مع بداية العام الدراسي الجديد بتظهر معاه أنشطة الأسر الطلابية اللي بتساعد الطلبة الجدد على إن هم ينضموا للأسر دي أو حتى إزاي يبتدوا حياتهم الجامعية اللي أكيد بتفرق كتير عن حياة ثانوي. النهارده معاكم ومعانا عشيرة جوالة طب قصر عيني، هنتعرف على أحلامهم وطموحاتهم وكمان على عشيرة الجوالة داخل الكلية في حلم جديد واحلام معانا. الأنشطة الطلابية كتير داخل الجامعات تحديدا الجامعات المصرية، لكن يمكن الأنشطة الطلابية داخل طب قصر عيني وعشيرة الجوالة هنتعرف عليها أكتر من خلال لقائنا مع عبد الرحمن شوبير. أهلا وسهلا بيك يا عبد الرحمن. أهلا وسهلا بيك يا فندم. دكتور إن شاء الله دكتور المستقبل، قولي يا دكتور، عشيرة الجوالة وإيه المقصود بيها داخل طب قصر العيني وأنتوا بتمارسوا النشاط الطلابي ده داخل الجامعة؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الكشافة عموما هي حركة عالمية بره الكشاف بره الجامعة، بس احنا بقى مدخلينها جوه الجامعة. الكشافة يعني ايه؟ الكشافة هي حركة عالمية تربوية لا سياسية لا دينية تهدف إلى تنمية المجتمع. تمام. في وعد وقانون للكشافة، وعد الكشافة اللي هو أعد بشرفي أن أبذل جهدي نحو الله ونحو الوطن وأن أساعد الآخرين في جميع الظروف والأحوال وأن أعمل بقانون الكشافة. فإحنا هنا عندنا إن الكشافة الهدف منها الأول اللي هو خدمة المجتمع ونعاية الناس. فالكشافة بدأت ازاي اساسا؟ في الاول الكشافة انشأها واحد اسمه اللورد روبرت بادن باول في انجلترا سنة 1907. تمام. الكشافة دخلت مصر سنة 1914، فاحنا كنا محتفلين بيها سنة 2014 بالمئوية بتاعتها في مصر. تمام. الكشافة بقى عندنا في طب القصر العيني بدأناها بعد الثورة على طول سنة 2011، بدأها قائد رامي أرابيسك سنة 2011 على طول. شاركنا في المهرجان ال 35 للجامعة بتاع جامعة القاهرة للجوالين، شاركنا فيه على طول وكبداية يعني. بدأنا بقى ايه نأسس حركة الكشافة داخل الكلية وكده. عبد الرحمن، الحركة الكشفية حركة موجودة عموما في مصر، يمكن منتشرة في كتير منها، لكن الموضوع بقى ان انتوا تدخلوه داخل كلية طب قصر عيني. يمكن احنا دايما كده يتقال على اصل في طب هو ما عندوش وقت يعمل اي حاجة، هو في طب هو قاعد 7 سنين هو بيذاكر عشان يطلع لنا دكتور شاطر. ده بينطبق فعلا عليكم ولا انت شايف ان الطبيب لازم حتى اثناء دراسته اللي ممكن تكون بالنسبة له هي لازم يديها كل وقته، لازم يكون عنده برضو ممارسة لكتير من الأنشطة ويكون مساهم وعضو فاعل في المجتمع، لانه اكيد انتوا بتخدموا المجتمع من خلال حتى عملكم كاطباء؟ هو انا شايف بصراحه ان الانسان العادي لازم يكون فيه يعني حاجه خيار تاني غير مهنته، ومن ضمن الناس العاديه اللي هو الطبيب يعني. والمذاكره في طب يعني بصراحه صعب قوي، فانت ما كنتش هترفه عن نفسك او تشارك في نشاط طلابي او كده هتبقى الحياه يعني مش حلوه بالنسبه لك. فالنشاط في الطب لا ما بيعرضش على المذاكره، بس في شرط اللي انت تعرف توفق بين المذاكره وبين النشاط. يعني بمعنى انا هذاكر في وقت معين وهلعب نشاط في وقت معين. فعندنا يعني الكشافه بتراعي ده عندنا في الكليه. يعني احنا بنقسم وقت مثلا معين، اللي عنده سيكشن معين ما يعني مش مشارك هنا، احنا الحمد لله عددنا كبير، يعني بنعرف نعمل تبادل يعني. اللي فاضي دلوقتي هو اللي بيجي، لا المعسكر بعد شهر مثلا، فمين اللي هيسجل فيه على حسب مذاكرتك. كمان بتبدلوا مع بعض وتحسبوا وقتكم مع بعض؟ ان شاء الله. الجوالة دي مرحلة من المراحل الكشفية، يمكن مرحلة الجامعة دخلتوها طب قصر عيني. الفترة ديت وازاي كان بينضم اليكم شباب تانيين؟ كان سهل جدا ان غيركم من الاطباء اللي لسه يعني نقدر نقول يعني هو الدكتور تحضيرا للدكتور يعني او اعداد ليه، كان سهل ان هو يدخل ويحس ان هو نشاط ممكن من خلاله يسافر ويعمل مثلا معسكرات ويبعد تماما عن كل حاجة بيعملها؟ كان سهل ان هم يوافقوا ان هم ينضموا اليكم؟ الحقيقه لا. لان الناس فعلا بتبقى فاكره كلها ان هو لازم يذاكر كتير ومش عارف ايه، وبعدين لما بيجي بقى يدور على نشاط يدور على حاجه يعني راحه بس، اللي هو يعني ايه هلعب فيها بس، يعني مش هبذل فيها بقى، مش هقعد بقى في معسكرات واعمل خيمه
فاحنا لا، بس لما نبدا بقى نعرفه بانشطتنا وازاي بتعلم حاجات مفيده وازاي يعني بتعرف انت تعتمد على نفسك بعد كده، لا بيبدا يفكر. في ناس كتير الحمد لله بدات تنضم، يعني احنا بادئين بواحد بقائد رامي دلوقتي ما شاء الله، يعني الحمد لله عددنا حلو. ربنا يوفقك يا رب. قول لي بقى، كان مردود الحركه الكشفيه والكشافه عليك، انت مرتاح الاول قبل ما تدخل الجامعه ولا اول ما دخلت الجامعه بس؟ لا انا كنت شاركت في الكشافه وانا في ابتدائي، بس كنت خرجت بصراحه ما عجبتنيش قوي، او يعني انا كنت بقى مركز ما شباب كنتش متفهمها قوي ممكن؟ يعني حاجه زي كده، ما كانش الجو لذيذ يعني. بس اول ما دخلت على طول في الترم الاول من سنه اولى جامعه دخلت على طول. طب قول لي مردودها عليك ايه مدى النجاح او القبول اللي حصل لك او اللي انت استفدته من خلال ممارستك لنشاطك الطلابي داخل الجامعه، وهي الحركه الكشفيه او الجواله داخل الجامعه؟ هو اول حاجه طبعا الكشافه بتعلمني وعلمتني انا شخصيا، يعني حكايه الاعتماد على النفس دي حاجه ما شاء الله حلوه يعني. وازاي انت اساسا تعرف تبقى ليدر لناس تانية، يعني الحمد لله دلوقتي وصلت يعني انت بتعرف تقود الناس التانيين. ده غير طبعا المهارات بقى اللي انت بتتعلمها الكشفيه، ازاي مثلا اعمل خيمه، ازاي اعمل مكان انام فيه انا واعمل نفسي جزامه ومنشر، لا ازاي اعمل مثلا رسم على الازاز، ازاي احرق على الجلد، ازاي اعمل، يعني بتعلم حاجات كتير قوي. فانا الحمد لله يعني الكشافه يعني علمتني اكتر ما انا اديتها بصراحه يعني. الحمد لله. لا احنا عايزينك بقى الفتره الجايه انت يعني انت بقى كمان تفيدها، يعني ما ينفعش كده. برنامجنا اسمه احلم معانا، قول لي بتحلم بايه؟ بحلم الكشافه في مصر تكون زي الكشافه في الدول الاوروبيه كلها. الكشافه في اوروبا كلها ان اي طفل اساسا بيشارك في الكشافه، يعني هو بيبقى في معسكرات صيفيه وكده، وبيجيبوا الناس، يعني كان عندنا ناس طلعت من معسكرات في العالم في امريكا وكده، بيجيبوا من الناس من بره عشان يدربوا اطفالهم الصغيرين. يا مصر يا أم الأمم، نيلك اتولد قبل الهرم. يا مصر يا أم الأمم، نيلك اتولد قبل الهرم. لما يمر في أرضنا بالحب نرفع العلم. يا مصر وانت اللي في ايديك الدليل.
الفتاة اقتحمت كل المجالات، حتى عشيرة الجوالة داخل طب قصر عيني كمان اقتحمته. طب ما تيجوا نتعرف اكتر على البنات وعشيرة الجوالة داخل طب قصر عيني من خلال لقائنا مع آلاء فتحي. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. آلاء، البنت اقتحمت كل المجالات كده ومفيش حاجة بتقف قدامها زي ما بيقولوا يعني. قولي لي، عشيرة الجوالة وفريق ونشاط طلابي جامعي وداخل طب قصر عيني، دايما كده الاطباء عندهمش وقت، عندكوش وقت كده كطبيبات ولا الموضوع كان سهل دخولكم ممارسه نشاط طلاب؟ لا، احنا اللي بننظم وقتنا، كل حاجه ديبند ان انت بتنظمي وقتك، فاحنا اللي بنقدر ان احنا نذاكر ونخرج وننظم بين جواله، وتنزلي المستشفى من وانت صغيره، بتعملي كل حاجه، كل ده بيعتمد عليكي انت، مش الوقت هو اللي بيتحكم فيكي، انت بتتحكمي في الوقت. شايفه ايه اللي ممكن يكون ضافته لك الحركه الكشفيه لما انضميتي اليها، ومدى بقى اهميتها ومردودها بالنسبه لك؟ هو احنا هنتكلم ان البنت كبنت هتقول ان مثلا ممكن مش عارفه تعمل كذا، او ان هي يقول لك لا البيت ومش البيت وبتاع، لا هي احنا في المرشدات اتعلمنا ان احنا نعتمد على نفسنا، مش هقول زينا زي الراجل في كل حاجه، بس لا احنا بنعتمد، لينا كيان، احنا كياننا ان احنا بنقدر نعمل كل حاجه، ما فيش موقف اقول انا مش عارفه اتصرف فيه، لا انا اقدر اتصرف في اي موقف، في اي حاجه اتحط فيها انا هتصرف، لان انا ليا كيان. مثلا سي في مناظره او في اي حاجه او بوزيشن في اي مكان، لا انا بنت، انا اقدر اوصل للبوزيشن ده وابقى فيه، مش ده مكان للرجاله، لا ده لينا احنا كمان. بس اتعلمت اعتمد على نفسك في اي حاجه. الاعتماد على النفس يمكن من الحاجات اللي كلنا بنهدف ان احنا نعلمها لاولادنا من هم صغيرين. الاعتماد على النفس، انضميتي للمرشدات قبل الكليه ولا بس مجرد التحاق بيها داخل الكليه؟ لا، من الاول الكليه، بس غيرت كتير جدا في حياتي يعني. غيرت في حياتك. قولي لي بقى، الاسره استشعرت التغير دوت؟ مامتك حست بيه؟ باباكي؟ الناس اللي حواليكي؟ صحابك نفسهم؟ هم حسوا ان انا بقى ليا شخصيه عن الاول، ليا قراراتي، ليا حاجه انا عايزه اروح في الحته الفلانيه، انا عايزه اعمل كذا، خلاص ده قراري. اهلي في البيت برضو حسوا ان انا بقى ليا قرار من نفسي، مش مستنيه تنتظري كمان مردوده عليك، يعني انت بتشوفي نتيجته بقى بالايجاب او بالسلب، انت اللي متحمله مسؤوليتها. فاهم ان انا دخلت في الدنيا وعرفت كل حاجه، خلاص انا بقيت ليا شخصيتي المستقله، مش قلقانه. لا خالص. طب قولي لي بقى، في الحالات دي الاسر ما تبقاش قلقانه على بناتها بقى، وتبقى خلاص هي متاكده ان هي هتخوض اي مجال، مش هتبقى خايفه عليها، هسيبها بقى تخوض الحياه من غير قلق ولا خوف زي ما دايما بنخاف على البنات؟ لا اكيد ماما دلوقتي خلاص، يعني روحي وانا واثقه فيكي، انت هتتصرفي، انت ب100 راجل. يعني روحي معسكرات وفيها لحد بالليل ومن الصبح بالليل، وبتروحي وتعملي، انا واثقه فيكي، انت خلاص يعني هتعرفي تتصرفي. انت الصغيره اللي انت، لا انا مش هخاف عليكي تروحي وتيجي متاخره، لا انت خلاص كبرتي، انت بقيتي جواله دلوقتي. طيب قولي لي بقى، الطبيبه بقى وكيفيه تنسيق الوقت، هذا بقى في يوم من الايام ان شاء الله ام وربة اسره وفريق الجواله وعشره الجواله، هتكملي فيه الاول؟ عجبني جدا. طيب هتكملي فيه، هتعلمي لي ولادك ان شاء الله في المستقبل؟ ده اول حاجه هعلمها لاولادي، هدخليهم على طول جدا. ازاي ممكن تكوني ملمه بان انت ممكن تكوني طبيبه وتمارسي مهنه الطب، والمهنه دي ما بقاش سهله، لان ما نعتبرش ان الطبيب بيتوقف دراسته او نقدر نقول تعليمه عند مجرد المرحله الجامعيه، او حتى بعد ما يكمل الماستر او حتى الدكتوراه، لكن هو كمان دايما في مذاكره دايمه، لانه لازم يكون عارف كل الجديد في الطب. هتقدري تمارسي كل ده وتقدري تعمليه، والجواله ممكن فرقت معاكي؟ لا هي ما فرقتش في الوقت، لان انا مظبط، يعني كان ممكن اضيع الوقت ده على النت او قدام التلفزيون او لا، انا استفدت في حاجه تفيدني. علمتك ازاي تقدري تعملي ده؟ اكيد. وهي اصلا الاعتماد بتاع الجواله ان انت ازاي بتنظمي وقتك، يعني كل حاجه عندك بميعاد، انت ملتزمه في مواعيدك جدا. طيب قولي لي بقى، من خلال كاميرتنا احلم معانا كده رساله بتوجهها لكل الفتيات، بما احنا بنتكلم عن البنات واقتحامهم لكل المجالات، تقولي لهم ايه النهارده، وتقولي لهم ممكن يكون فعلا هيفرق معاهم نشاط زي النشاط دوت، حتى لو انضموا للحركه الكشفيه بوجه عام؟ اكيد هيفرق معاكي، وانا عايزاكي تثقي في نفسك، كونك انك بنت مش انك حاجه قليله، لا انت كيان، وكيان كبير جدا، انت تقدري تقتحمي اي حاجه في حياتك. ربنا يا رب يوفقهم ان شاء الله. برنامجنا اسمه احلم معانا، قولي لي بقى بتحلمي بايه الاول؟ بحلم ان انا اغير وجهه نظر مصر كلها او العالم كله عن فيميل طب. كان في بنت اسمها كرم، ضحكتها مش طبيعيه، كل لما عيني تشوف قلبي بيبقى في رجليا، طب انا مدوخانه وعيونها مش فهمانه، وتبص لنا وتقول تعملوا كده ليه، لما بنجري وراه ونتمنى كل رضاه، نفسنا نعرف اسمها ايه. كان في بنت اسمها كرم، ضحكتها مش طبيعيه، كل لما عيني تشوف قلبي بيبقى في رجليا، تعبانه ومدوخانه وعيونها مش فهمانه، وتبص لنا وتقول تعملوا كده ليه، لما بنجري وراه ونتمنى كل رضاه،
الحركة الكشفية وتحديدا داخل الجامعة وعاشرة الجوالة داخل طب قصر عيني، يا ترى ممكن يكون ايه الأنشطة اللي بيقدموها؟ ده نتعرف عليه أكتر من خلال لقائنا مع عبد الرحمن محمد. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. دكتور، المستقبل سنة كام؟ انا سنه رابعه ان شاء الله. ربنا يوفقك ان شاء الله. لسه فاضل 3 سنين. لسه. لسه ان شاء الله باذن الله. ناوي تتخصص ايه؟ هو لسه مش دلوقتي لان انا لسه ما درستش في معظم التخصصات لسه لسه ما توصلتش. انت ايه اللي هترسم يعني هتستقر عليه؟ تمام. دكتور، قولي بقى، عاشرة الجوالة وممارسة الحركة الكشفية داخل الجامعة، يا ترى بقى ايه أهم الأنشطة اللي بتقدموها للطلاب اللي موجودين وبينضموا إليكم؟ الانشطه اولا احنا العاشره كانت بدات من بعد الثوره على طول، لان كانت بعدها متوقفه لظروف كده ان هو مبقاش فيه اهتمام قوي من الطلبه بان الناس بقت تهتم بالمذاكره اكتر وكده، فسابوا الجواله. اما بعد الثوره الناس رجعت للجواله تاني، وعملنا بعدها معسكر اول للعشيره الاعداد، وعملنا بدانا فيها بدايه العشيره من اول وجديد، وبعدها عملنا معسكر تاني. فعلا بدا عدد الاشخاص في العشيره يزيد. شاركنا بعدها على طول في مهرجان الجامعه للكشف 36، وعملنا حققنا فيه مراكز كويسه، وعملنا ابهرنا لجنه التحكيم الحمد لله تمام. لجنه التحكيم بالاداء بتاعنا ده كان السنه اللي فاتت في شهر 3. بعدها بقى كان في مشاركات فرديه لبعض الاشخاص مننا، يعني مثلا في منتخب الجامعه في اسبوع شباب الجامعات العاشر كان من اسبوعين، كان مشارك عندنا فردين في المنتخب، منتخب الجامعه للجواله اللي كان مشارك باسم جامعه القاهره في الاسبوع. غير كده كان في كمان معسكرات في جامعه جنوب الوادي وجامعه الاسكندريه وجامعه المنصوره، كنا جامعه بنشارك بيها باسم العشيره باسم الجامعه، بس بافراد من العشيره عندنا. غير كده بقى لينا انشطه جوه الكليه، يعني غير انشطه الجواله، يعني انشطه يعني زي مثلا حفل الخريجين السنه اللي فاتت نظمناه، والسنه اللي قبلها كنا منظمينه حاجه اسمه اليوم العالمي. اليوم العالمي للانشطه عندنا، الانترناشونال داي الأنشطة عموما الموجودة على مستوى الكلية. الأنشطة للوفود المختلفة اللي هو مثلا من السعودية، اللي هو العرب، اللي هو المشاركة في الحركة الكشفية عموما برضه. تمام. طب قولي، أنت مارست الحركة الكشفية قبل كده قبل ما تدخل الجامعة؟ كنت لا للأسف. أول بس انضمامك ليها؟ أنا أول ما عرفت الكشافة، أول ما عرفتها كان في الجامعة، عرفتها عجبني الموضوع جدا، لأن أنا كنت أصلا انترستد ليه من زمان، بس أنا كنت من بلد أو المنطقة اللي أنا كنت فيها ما كانش فيها الكشافة، ما كانش فيها ظهر قوي. فأنا أول ما شفتها في الكلية رحت وانضميت ليهم، ويعني حبيت الوضع وبقيت فيه، حسيت فيه ان هو فعلا، حسيت نفسي فيه ان هو حاجه كويسه جدا للانسان ان هو يبقى في الكشافه. بتعلمك ازاي تعتمد على نفسك، وازاي تنمي افكارك وتنمي ذهنك، وازاي تتعامل مع جميع البشر. ان انت بتشتغل في مجال الخدمه العامه لازم تبقى بتدي اكتر ما بتاخد يعني. طب قول لي يا دكتور، مردودها عليك ايه؟ يعني ايه اللي فرق معاك بعد ما انضميت للحركه الكشفيه او لعشيره الجواله داخل الكليه وقبل ما تنضم اليها؟ فرقت معاك؟ اكيد فرقت جدا. شخصيتي اكيد اتغيرت جدا من ما كنت شخصي مثلا الى حد ما انطوائي شويه، لا بقيت اجتماعي اكتر، وبقيت عندي قدره ان انا اتعامل مع اي شخصيه كان، او اقدر ادخل اي مجال مهما كان ان انا ما عنديش خبره فيه قوي، لا انا ممكن ادخل فيه واحاول اعلم نفسي اكتر وادوس على نفسي ان انا ممكن اتعلم اي حاجه، وان انا ممكن اتعامل مع اي حد يعني، او ان انا يعني بقى عنده روح المبادره، ان انا ما بقتش اخاف من حاجه، بقيت ادخل اي حاجه. طب قول لي يا دكتور، الناس اللي حواليك ويمكن اسرتك او كده، يعني ابتدوا ان هم فعلا يتلمسوا التغيرات اللي حصلت بعد انضمامك للنشاط الطلابي ده؟ اكيد. اصلا انا والدتي كانت جواله، فهي كانت كمان يعني ده الموضوع بقى كانت شجعتك اكتر. فهي كمان حتى كان في مهارات هي كانت بتعملها في الجواله، احنا ما كانتش موجوده عندنا في العشيره، فهي علمتها لي، والمهارات دي زادت عندي وزادت في الجواله، وكانت حاجه مميزه جدا بالنسبه لي وبالنسبه للعشيره بتاعتنا في المنتخب. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. قول لي بقى، برنامجنا اسمه احلم معانا، قول لي بتحلم بايه؟ بحلم ان اعمل حاجه، او يعني ان اغير حاجه في الوضع اللي موجود، بحيث يبقى وضع احسن. ارمي حمولك عليا وانا اشيل عنك شويه، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. ارمي حمولك عليا وانا اشيل عنك شويه، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا دي، من كل الدنيا دي. يا بلدي حته مني عمري ما بصيت لغيرك،
بشتاق لك غصب عني، اصل اتربيت في خيرك يا بلدي حتة مني، عمري ما بصيت لغيرك. بشتاق لك غصب عني، اصل اتربيت في خيرك. يحمولك عليا وانا اشيل عنك شوية، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا يا دنيا، من كل الدنيا يا دنيا. ارمي حمولك عليا وانا اشيل عنك شوية، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا يا دنيا، من كل الدنيا يا دنيا. يا مصر الله عليك، انا عاشقك للنهاية، لو مهما انا قلت فيكي يا حبيبتي مش كفاية. يا مصر الله عليك، انا عاشقك للنهاية، لو مهما انا قلت فيكي يا حبيبتي مش كفاية. يحمولك عليا وانا اشيل عنك شوية، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا يا دنيا، من كل الدنيا يا دنيا. من خلال كاميرتنا احلم معانا ومعاكم الدكتوره فاطمه سامي، هي دكتوره المستقبل. هنتعرف عليها اكتر وعلى انضمامها لعشيره الجواله داخل طب قصر عيني وعلى احلامها وطموحاتها من خلال لقائنا معاها. اهلا وسهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي. دكتور قولي لي كده في البدايه، يا ترى بقى انضمامك لعشيره الجواله وللحركه الكشفيه ممكن ازاي تكون مؤثره على حياتك انت كمان كطبيبه وفي نفس الوقت كطالبه جامعيه؟ الحقيقة أنا لما دخلت الجوالة كنت مبسوطة جدا، لأن الأول الجوالة أصلا كان عدد البنات اللي فيها قليل، وبعدين الحمد لله السنة اللي فاتت واللي قبلها وكده ابتدينا نزيد لدرجة عايزة احنا بقينا الأغلبية كمان. أيوة يعني مش اقتحمتوا المجال بس انتوا كمان استحوذتوا على كل المقاعد. فدي كانت حاجة جميلة طبعا إن البنات تشارك في حاجة زي دي، لأن طبعا الجوالة اساسها بتعتمد على النشاط الكشفي، المعسكرات مثلا احنا نعمل كامبينج، تخييم حتى بنعمل خيام احيانا في الكليه او بره الكليه، ان احنا نعمل رحلات، يعني كان في رحله تجديف عملناها وكذا رحله بنعملها. فطبعا بتوسع افاق كتيره ان الواحد يغير عن الجو من المذاكره وكده. طيب قولي لي، الطب مهنه او دراسه كدراسه اكاديميه محتاجه وقت كبير ومذاكره، بتقدري ان انت تنظمي وقتك؟ ما كانش في قلق من الاسره انك تدخلي حركه كشفيه يعني فيها مجال ان انت هتعملي معسكرات، هتغيبي عن البيت فتره او حتى عن كليتك، كل ده ما كانش له اي تاثير؟ كنت لاقيه قبول من الاهل ولا كان في اعتراض في الاول وقلق عليكي؟ هو يعني الحقيقه في الاول هو كان ماما وبابا يقولوا لي انت هتشغلي نفسك او هيبقى عندك اوفرلود، بس انا اقنعتهم ان الموضوع فعلا ممكن يتنظم. يعني انا في الجواله دايما احنا بننظم شغلنا مع بعض، ودي احلى حاجه ان احنا في متعاون قوي، ان احنا لو عندنا شغل مثلا تبع الجواله وحد عنده امتحان او كده بنقدر نظبطها. ودي احسن حاجه في الموضوع، ان احنا لما بنعمل ريكروتمنت للطلبه بتاع سنه اولى بنحاول نعرفهم كده ان يا جماعه انتوا مش دخلتوا طب يعني خلاص بقى دخلتوا المطحنه، لا خالص، يعني لازم تغيبوا عن الدنيا. لا خالص، يعني بالعكس، اصل فكره الطبيب في الاخر نبقى شخصيه متكامله، ما ينفعش يبقى بس حد اكاديميك قوي وما يقدرش يتعامل مع الناس. فبنقدر نقول لا، انتوا بتقدروا ان انتوا حتى تدوا الشغل ده يوم واحد في الاسبوع، تطلعوا مهرجان مثلا لو طلعتوا اسبوعين في السنه مش هيفرق كتير طبعا، هيفرق معاهم في شخصيتهم في حالتهم النفسيه. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله يا فاطمه. قولي لي برنامجنا اسمه احلم معانا، قولي لي بتحلمي بايه؟
نفسي اولا بالنسبه للجواله، نفسي ان انا اشوف ان الجواله بقت معروفه اكتر من كده. يعني حتى ان الزي بتاعنا والشارات، احنا لما بنبقى ماشيين في الشارع غالبا الناس بيبقوا مستغربين انتوا لابسين ايه وكده. فنفسي ان يبقى في توعيه اكتر من كده شويه عن الكشافه بتاعتنا. نفسي يبقى تدخل اكتر للاطفال، يبقى الاطفال يشاركوا فيها اكتر. احنا الجواله الكبار يبقى الكشافه بقى ومن سن صغير تبتدي، هو موجود بس احب اشوف الموضوع ده اكتر ينتشر اكتر. وبالنسبه بقى طموحاتي بالنسبه للكليه، نفسي يعني يا ربنا يوفقني ان انا اقدر اعمل حاجه اساعد الناس. كنا معاكم أعزائي الشباب وتعرفنا أكتر على أهمية ممارسة النشاط الطلابي داخل الجامعة. حتى لو كنا داخل كلية ممكن نقول عليها صعبة أكاديمية، لكن أكيد ممارسة النشاط ده هتفرق معانا كتير وهتغير من حياتنا وسلوكياتنا. بنتمنى حلقتنا تكون نالت إعجابكم، ودايما على وعد بحلم جديد واحلم معانا.